مساكم الله بالخير. بطلة حكايتنا النهاردة اسمها حنين. حنين بتحكي على لسانها وبتقول: أنا عمري ما كنت أصدق إن في يوم من الأيام إن حياتي هتبقى حكاية، ولا كنت أتخيل إن هبقى البطلة في رواية مرعبة بالشكل ده. الليلة دي كانت البداية، ليلة غيرت كل حياتي. الساعة كانت قربت على 11 بالليل. كنت قاعد على اللابتوب بكتب آخر فصل في روايتي الجديدة. فجأة سمعت صوت غريب، كأن في حاجة معدنية بتحك في باب الشقة. رفعت راسي من على الشاشة وبصيت ناحية الباب. قلت في بالي يمكن أوهام، ورجعت أكتب تاني. بس الصوت رجع تاني، لكن المرة دي أوضح من الأول. ساعتها قلبي بدأ يدق بسرعة. وقفت وخطواتي كانت حذرة وأنا ماشية ناحية الباب. سألت من ورا الباب: مين؟ مفيش أي رد. والحظ السيء باب شقتي مفهوش العين السحرية اللي ممكن أشوف منها، بس فضولي غلبني. مديت ايدي وفتحت الباب بحذر. مفيش حد، السلم هادي. بصيت تحت رجلي ولقيت طرد صغير مرمي قدام الباب، ملفوف بورق بني قديم ومربوط بخيط أبيض. وقفت شوية محتارة، بس في الآخر أخدت الطرد ودخلت الشقة. كان الطرد خفيف، بس وأنا برجه حسيت إن جواه حاجة معدن. حطيته على الترابيزة وجبت مقص وبدأت أقطع الخيط. فكيت التغليف ولقيت صندوق خشب صغير، كان شكله قديم قوي ومحفور عليه كلمة مش واضحة يدوب تتشاف: إلى حنين. اتجمدت مكاني. أنا عمري ما شفت الصندوق ده قبل كده، ومين اللي ممكن يبعت لي حاجة زي كده أصلا؟ فتحت الغطا ولقيت جواه علبة موسيقى، وبمجرد ما فتحتها اشتغل لحن قصير وبطيء: حسيت إن الفيلم قديم وريحة عتيقة. كل ده كان غريب، بس الأغرب إن اللحن كان مألوف لدرجة مرعبة. مش لحن عادي، ده نفس اللحن اللي وصفته في روايتي الجديدة، الرواية اللي لسه محدش قراها أصلا، ولسه محفوظة على جهازي وما اتبعتتش لأي دار نشر. ساعتها سكت، وفضل سؤال واحد في دماغي: إزاي اللحن والصندوق وصلوا لباب شقتي؟